شايفين جمال الفطيرة؟ الله. السلام عليكم، ازيكم يا اجمل واغلى اخوات بالدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ويديمكم اكبر نعمة في حياتي، اللهم امين. وبشكركم جدا على تفاعلكم معايا في فيديو الفطير اللي فات، والنهارده ان شاء الله جايه لكم باحلى واجمل طريقة للفطير المشلتت، يعني بغاشة الفطير المشلتت على اصوله. لايك وشير وسبسكرايب، يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا لتر من الميه دي من الحنفيه عادي خالص، لتر 1000 جرام. تمام. نزلت عليهم بمعلقه صغيره من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر. الفطير يعني ميه وملح ودقيق. السكر ده اختياري، حابه ان انت تضيفيه مفيش مشكله خالص، حابه تستغني عنه تمام، لكن انا بحب ان انا اضيفه مع الفطير بتاعي. بندوبهم كويس جدا في الميه بالشكل ده. ومعايا هنا في البوله او الطبق اللي هبدا استخدمه وهنزل فيه بالدقيق. مقدار الدقيق بتاعي قد ايه؟ معايا 2 كيلو من الدقيق منخول وجاهز تمام. لازم ننخله كويس جدا، حتى لو جايبين الاكياس. بعمل حفره في الوسط بالشكل ده، وعايزه اقول لك ان تقدري تستخدمي انواع كتير من الدقيق. المهم دقيق متعدد الاستخدامات، يعني مش مخصص لحاجه معينه او للمخبوزات، لا هاتيه دقيق متعدد الاستخدامات. ولو لقيتي دقيق المروه هاتيه ممتاز جدا مع المعجنات وبالاخص مع الفطير، وسعره بسيط جدا على فكره، تلاقوه في اي سوبر ماركت. لكن هنا انا مستخدمه نوع يعني عادي خالص اللي هو بنشتريه بالكيلو، مش نوع معين. نزلت بالميه ونزلت حوالي باللتر كامل، وبنعجن العجينه بتاعتنا كويس جدا ونلم كل المكونات لحد ما تتشكل معانا عجينه ممتازه. طبعا لو انت عندك العجان زي الفل، حطي كل المكونات في العجان واشتغلي بيها. عارفه ان العجين بيتعب شويه وبياخد مننا وقت ومجهود، بس معلش، وده علشان نطلع احلى واجمل فطيره من ايدينا ان شاء الله. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. ما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. كده انا لميت كل العجينه بالشكل ده، شايفين؟ مجرد بس ان انا لميت المكونات، طبعا اخدتها على الارض كده ومع نفسي اشتغلت فيها شويه، صعب ان انا افضل واقفه على الرخامه. غطيتها بقى بالشكل ده بالكيس واسيبها 10 او ربع ساعه بس. بعد الربع ساعه زي ما احنا ما شايفين مع بعض، طبعا غطيتها بكيس من اكياس التلاجة عادي خالص وفتحته وغطيت بيه. شايفين بقى بعد الربع ساعه العجينه بتبقى ما شاء الله عليها، يعني بتمط معانا كده واستك وحاجه تحفه، يعني بتكون مرنه جدا انك تشتغلي فيها ومريحه خالص. عايزه اقول لكم الفكره دي وصلتني ازاي. انا كنت بعجن العجينه بتاعه الفطير اللي فات، وعايزه اقول لكم ان جالي تليفون وانا شغاله فيها فهسيبها، قمت مغطياها وسايباها ل10 دقايق، وعلى ما رجعت اشتغل بيها والله عايزه اقول لكم انبهرت من النتيجه، تحفه. فبجد استخدموا الطريقه دي ممتازه يا بنات، فاي معجنات تعملوها. وريتكم هنا المج اللي انا اشتغلت بيه. المج ده اللي هو المج المتوفر عندنا في كل بيت. مقدار الميه اللي انا استخدمتها لل2 كيلو دقيق، الكيلو اللتر ميه كامل. تمام. ومعاهم كمان مج ونص من المج اللي انا وريته لكم، اللي هو المتوفر عندنا في كل بيت، اللي هو المج الزجاجي. طبعا على حسب نوع الدقيق بتاعك استخدمي بالراحه، المهم العجينه معاكي تكون بالشكل ده زي ما احنا ما شايفين مع بعض. وعجينه الدقيق ما فيش مشكله فيها خالص، لو زادت منك زياده وكانت سايله بزياده ضيفي لها دقيق، كانت متماسكه قوي ضيفي لها ميه بالتدريج. تمام. طبعا زي ما احنا ما شايفين على الرخامه بقى، وبنخبط في العجينه يمين وشمال، ولازم كده نخدمها كويس خالص. هي عجينه الفطير بتحتاج كده 10 دقايق متواصلين او 12 دقيقه علشان تبقى احسن واجمل حاجه معاكي. شايفين بقى لسه ما ريحتش، واللهم بارك بتمط معانا ومرنه جدا. بعد ما خلصنا العجينه ولميناها كويس جدا وخدمناها وتمام، هغطيها بقى بالكيس تاني، كيس التلاجة العادي خالص، واسيبها ساعتين، ساعه ونص، ساعتين براحتك خالص. تمام. علشان تريح كويس جدا. العجين الصح في الفطير انك تسيبيه يريح في كل مرحله. ده كده بعد ساعه ونص، انا ما سبتهوش ساعتين كمان، انا سبته ساعه ونص بس. هنا بوريكم ما شاء الله، شايفين الجمال؟ طول ما هي العجينه معاكي بتمط بالشكل ده ومش بتتقطع بسهوله، اعرفي ان هي ناجحه جدا وممتازه معاكي. ومعايا هنا بقى صينيه او صاج، وجيبيه جنبك كده بالشكل ده، ومعايا شويه من السمنه على الزيت، ميكس ما بين السمنه والزيت. انا مش هستخدم زيت لوحده خالص في الفطير النهارده يا بنات. تمام. واخد قطعه من العجين، القطعه دي هتكون وزنها قد ايه؟ هتكون وزنها 200 جرام. تمام. تقدري تستخدمي من غير الميزان مفيش مشكله خالص. اعملي 4 قطع نفس الحجم، والقطعه التانية بتكون اكبر شويه زي ما هنشوف مع بعض. انا هنا باخد من بعد ما بكورها كويس جدا وبصمها كويس خالص من فوق ومن تحت، معايا هنا الماده الدهنيه اللي موجوده، وابدا ان انا اخد منها واغطي بيها وش العجينه او الكويرات بتاعتي. خلاص تمام. بنفس الشكل ده كده تمام جدا، وابدا ان انا ارصهم.
انا عايزة لكل فطيرة 4 قطع يكونوا حجم واحد، والقطعة الخامسة بتكون كبيرة شوية. يعني بتعملي حجم 4 كور حجمهم مثلا 200 جرام او وزنهم يكون 200 جرام، وكورة واحدة تكون 250 جرام او 300 جرام، دي اللي بنلم بيها. خلاص تمام. انا كده عملت فطيرتين زي ما شايفين مع بعض، 4 قطع بيكونوا نفس المقام نفس الوزن، والكورة الخامسة بتكون اكبر شوية عنهم. دي باقي العجينة بتاعتي هنعمل بيها طريقة تانية واحنا مع بعض، بس نغطيها بالكيس ونتركها جانبا خالص لوقت ما نخلص الطريقة بتاعتنا الأولى. وبغطيهم بالشكل ده، وهغطيهم واسيبهم يعني حوالي نص ساعة كده يريحوا لحد ما نشوف برضو العجينة مع بعض نختبرها ازاي، ونعرف انها بقت جاهزة معانا ان احنا نشتغل بيها. معايا هنا بعد نص ساعة هنشوفها سوا. شايفين العجينة نفسها تبارك الله يعني ريحت جدا جدا وواضح عليها. وكمان بنعمل بايدينا كده الاختبار بتاعنا اللي دايما بنختبر بيه العجينة بتاعت الفطير. كده جاهزة وتمام. نبدأ ان شاء الله ان احنا نفرد العجين بتاعنا ونشتغل في الفطير. دي المادة الدهنية بتاعتنا اللي هنستخدمها في توريق الفطير كله وكمان على الوجه. وهقول لكم على ايه افضل حاجة واحسن حاجة تستخدموها في توريق الفطير. تعالوا معايا هنا الاول على الرخامة، طبعا شوية من المادة الدهنية اللي هي الزيت على سمنة اللي احنا كنا بنعمل بيها العجين، بنكور بيها العجين. وبفرد العجينة زي ما متعودين من جوه لبره تمام. والاطراف لازم ان احنا نرققها ونخليها كويسة جدا، وبنرفع العجينة بايدينا بالشكل ده. زي ما قلت لكم قبل كده الخطوة دي مهمة جدا، بتدخل الهواء في العجين بتخليه معانا مورق اكتر، وكمان بيتفرد معانا اسرع. وابدا ان انا بعد ما فردت كل القطعة بالشكل ده، وما شاء الله شايفين يعني الرخام باين من تحت يعني هايلة جدا. يعني عايزة اقول لكم لما نيجي ناكل الفطيرة بقى كأني رقات الفطير كده حاجة اللهم بارك ممتازة جدا، مش نحس بعجين كتير كده وقطع تخينة وسميكة والكلام ده كله، لا رقات رقيقة كده مسكرة بصراحة. بندهن بقى بالتوريق بتاعنا بالمادة الدهنية زي ما شايفين مع بعض. وبعد كده ببدأ ان انا اقطعها على مثلثات، ولازم يكون في مثلث اكبر شوية هو اللي بنلم بيه. لو في بعض قطعات بسيطة خالص ده مفيش مشكلة خالص يا بنات، ما تقلقوش، هيبقى كويس جدا وهينتفخ معانا وهيبقى تمام. وبنلمه بالشكل ده. لكن زي ما احنا ملاحظين مع رفع العجينة بالشكل ده ورققتها خالص، وبالرغم من كده اللهم بارك العجينة ولا متقطعة ولا اي حاجة تماما. عايزة اقول لكم لو في قطعة صغننة موجودة دي ممكن تكون من الايد نفسها وهي بتفرد. عايزة اقول لكم ان حتى لو انت مش عندك ضوافر مجرد ما تلمسي العجينة هتلاقيها اتقطعت معاكي لانها رقيقة جدا بصراحة. اما بالنسبة لمادة التوريق اللي انا استخدمتها سواء على الوجه او في توريق الفطير، فهم 3 حاجات مع بعض. ايه هما ال3 حاجات؟ سمنة وزبدة وقشطة. هتقولي لي يا أمنية طب ما هي حاجة واحدة كفاية، أو حاجتين، براحتك خالص، المتوفر أو المتاح عندك استخدميه. لكن بصراحة أنا بحب إن أنا استخدم ال3 سوا. بالنسبة لأفضل زبدة تقدري تستخدميها فهي ممكن تستخدمي الزبدة البلدي أو الزبدة نيوزيلندي أو زبدة فرن تمام. ال3 كويسين جدا. وطبعا قشطه تقدري تجمعيها من على وش اللبن. وكمان نقدر نستخدم السمنه اللي انا بستخدمها مع الحاجات دي بصراحه هي سمنه كريستالي الصفراء، بحبها جدا ودايما بستخدمها معاكم في نواعم العيد او في المعجنات. واستخدمت معاها قطعه من الزبده البلدي واستخدمت معاها القشطه. طيب انا بسخنهم على البوتاجاز ازاي؟ يعني بسيبهم لما يقدحوا خالص؟ لا انا بفككهم بس، يعني على البوتاجاز بتفككيهم مجرد ان يفكوا سوا كلهم وخلاص تمام. تقدري تستخدميها. استخدمي دي المادة دي بقى في التوريق واستخدميها في الفرد وعلى الوجه، ما شاء الله تطلع لك احلى واجمل فطيرة زي ما شايفين كده. وبنلم بنفس الطريقة ونفس الخطوات، يعني بنفرد واحدة ونبدأ ان احنا نلمها على بعضها. بعد كده بنفرد القطعة التانية ونحط الاولانية جوه منها. يعني اكيد التصوير موضح اكتر من الكلام. يعني لو عايزة تبدأي في مشروع فطير يكون ناجح معاكي وكويس جدا فلازم ان انت تستخدمي حاجة من السمنة البلدي. لازم يا جماعة، يعني اللي بيدي طعم حلو للفطير وما يخليش ان انت وانت بتاكليه يصد معاكي ومش قادرة تكملي قطعة، انك ضايفة فيه كده السمنة البلدي. طبعا لو معمول كله بالقشطة والسمنة البلدي يا سلام، ده مفيش احلى ولا اجمل من كده. ولكن طبعا مكلف جدا، فاحنا بنقول نضيف يعني شوية من السمنة البلدي بيدي طعم وكمان هيميزه جدا عن اي فطير تاني. ال2 كيلو من الدقيق اخدوا معايا قد ايه مادة دهنية؟ اخدوا معايا كيلو من السمنة والزبدة والقشطة، كيلو كامل تمام. وطبعا المادة الدهنية دي على حسب انت حباها كتير او قليلة، دي بتاعتك انت
يعني تقدري تزودي او تقللي براحتك خالص. وطبعا انت بتعملي لبيتك ولاولادك، يعني هتعملي اجمل واحلى حاجه. بصراحه ما فيش اجمل ولا امتع من عمايل الفطير في البيت، سهله وبسيطه جدا، وكمان مش بتاخد مننا وقت. بتبهدل الاماكن شويه ونحس ان احنا في سمنه كتير كده وحاجات كتير، بس بصراحه لما بتشوفي النتيجه في النهايه، لا، التعب والمجهود كله او اللي انت بتكوني حاسه بيه كله، لا خلاص بيكون مشي. هنا بعتذر، مش عارفه الصوره كانت بعيد خالص عن الفطيره، يعني كانت جايه في اتجاه بعيد شويه. انا كنت مركزه اكتر مع الفطير يا جماعه، معلش. وطبعا حبيت ان انا انفذ لكم الفيديو النهارده، لان طبعا انا وعدتكم بيه، وكمان حبايبي اللي طلبوا مني في الفيديو بتاع الفطير اللي فات برضو ان انا اعمله معاكم، بس كان تاخيري بسبب ان انا كنت بجمع الزبده والقشطه اللي انا هشتغل بيها. بصراحه اجمل واحلى طريقه، ان شاء الله تجربوها وتكون ناجحه معاكم اكتر واكتر كمان من اللي ناجح معايا. ودي اخر راق من الفطيره، اخر طبقه خالص، وابدا ان انا الم بيها زي ما احنا ما شايفين كده. احنا عملنا 4 رقات، والخمسه دي هي اللي احنا بنلم بيها بالشكل ده. الفطيره كده جاهزه تمام، بحطها في الصينيه بتاعتها واغطيها خالص بالكيس. لازم نغطيها، وبنسيبها قد ايه؟ بنسيبها حوالي نص ساعه قبل التسويه. دي الكميه التانية من العجينه اللي احنا كنا سايبينها، وهنعملها بطريقه تانية مختلفه. معايا هنا بفردها بالشكل ده، وبقول لكم هنا لما نحب نفرد الفطير افرديه بالسمنه كده، يعني خدي من الماده الدهنيه او الخليط بتاع التوريق وافردي بيه، بيساعدك جدا جدا وبتتفرد معاكي احسن واحسن كمان. احنا هنا فردنا الكميه كلها تقريبا حوالي نص كيلو. العجينه دي وزنها كان تقريبا نص كيلو او يمكن 600 جرام، تمام. وفردتها، انا ما وزنتهاش بصراحه، انا هنا بعدت الكاميرا شويه عشان اوريكم حجمها. هي اتفردت كويس جدا، تمام. ممكن تفردوها بسيط مش كتير عادي خالص، لكن كل ما بنفردها ارق كل ما بتعمل معانا طبقات واحنا بنلفها رول. وببدأ ان انا ادهنها كلها بقى بالشكل ده، يعني زودي المادة الدهنية كده يعني توصي في الفرد هنا، تمام، لان هي دي اللي هتبقى ملفوفة معانا رقات، فعايزينها تبقى محترمة كده، ما ننساش الاطراف طبعا. هبدأ ان انا الفها رول بالشكل ده، شايفين زي ما عملنا قبل كده الفطاير الرول اللي كنا حاشينها، او طريقة الفطير السريع اللي كنا عاملينه سوا. فالرول ده كويس جدا جدا، وهلفها كلها لوقت ما اخلص كل العجينة بتاعتي زي ما شايفين كده مع بعض. الطريقة دي برضو حلوة جدا وسهلة للمبتدئات، لا اللي مش عايزين بقى يعملوا راق راق ويقطعوا قطعة قطعة والكلام ده كله، لا اعمليها على بعضها بالشكل ده. شايفين بالشكل ده بنفس النظام كده، وبنخلصها كلها تمام معانا. ممكن تعملي الكمية كاملة، ممكن تعملي كيلو كامل بنفس الطريقة وتفرديها، لكن طبعا هيكون عايز معاكي مساحة. بقطعها هنا على 4 أحجام، يعني أنا هعملها 4، لكن في الآخر هرجع تاني إن أنا ألم القطعتين الصغيرين دول على واحدة وبس. وبيعملوا فطيرة ما شاء الله محترمة جدا، يعني القطعة الواحدة بتعمل فطيرة محترمة. غطيتهم برضو وسبتهم يريحوا كده ربع ساعة ولا حاجة أو 10 دقايق. وبفرد بقى بالشكل ده بالسمنة طبعا، وابدأ إن أنا أفردهم. الفطير له طرق كتير جدا جدا في الفرد، فتقدري تستخدمي الطريقة الأقرب ليكي أو الأسهل ليكي. عملت معاكم قبل كده كذا طريقة، والمرة دي كمان عملنا طريقتين مع بعض حلوين جدا. خلاص فردناها، مش بتتفرد أو بزيادة، مش بنرقق بزيادة، بنرقق زي ما شايفين مع بعض كده. وببدأ إن أنا أطبقها على الاتجاه ده والاتجاه ده وخلاص، وببدأ إن أنا ألمها. شايفين مفيش أبسط ولا أسهل من كده بصراحة، سهلة جدا وسريعة كمان. دي كده اول فطيرة عملناها من الطريقة التانية. هبدأ ان انا اعمل برضو الاتنين التانيين. تعالوا بقى معايا الاول فطيرة احنا عملناها خالص بالطريقة بتاعتنا اللي هي طريقة الفرد بال5 قطع، تمام. بعد ما ريحت نص ساعة معانا بالشكل ده، وببدأ ان انا افردها على الصينية. ويا ريت طبعا زي ما متفقين مع بعض دايما الصينية الالومنيوم في التسوية ممتاز جدا ولا يعلى عليه. هنا بقول لكم لو ظهر معاكم فقاعات كده سواء في الاجناب او على الوجه، حاولوا ان انتوا تعملوها بايديكم، لان دي اكتر حاجه لما بتدخل الفرن بتتحرق بسرعه جدا. ببدا ان انا اعمل الوجه بقى بالسمنه والقشطه الخليط بتاعنا الجميل. يا سلام، الفرن بتاعنا بيكون حامي جدا، سخن على درجه حراره عاليه. لو انت في فرن البوتاجاز العادي درجه حراره عاليه جدا، اعلى حاجه عندك، تمام. لوقت ما يبدأ معاكي في التسوية يبقى تمام. لو الفرن بتاعي اللي هو احنا شغالين فيه ده، فانا برضو الحرارة هنا بتكون وسط، لان بيكون حامي شوية، فانا بخليها على وسط. عايزة اقول لكم هنا بقى انا كان عندي عين واحدة اللي شغالة، لان العين التانية الحمد لله كانت بتسرب،
فانا طبعا قفلتها خالص وشغلت عين واحده، وبدات في البوتاجاز ان انا اعملها شويه كده، مجرد ما تتحمر من الاتجاه ده اوديها للاتجاه التاني، يعني بلف الصاج كل شويه علشان الفطيره تاخد لون موحد وتبقى زي القمر كده زي ما احنا ما شايفين. عايزه اقول لكم سخنه ما كنتش عارفه امسكها. شوفوا الفطير عامل ازاي، عايزاكم تسمعوا الصوت بس. دي اللي لسه طالعه معانا، شايفين الهشاشه بتاعتها وسامعين صوتها؟ ما شاء الله في منتهى الجمال. عايزه اوريكم كمان القاع بتاعها، شايفين التسويه معايا؟ اللهم بارك، التسويه بتاعتها كلها تحفه. الفطيره بغاشه، شايفين التسويه؟ الفطيره بغاشه وطراوتها ولسه طالعه من الفرن، شايفين؟ ما شاء الله، احلى واجمل طريقه. والله الكاميرا ظلماها، كان لونها وشكلها اجمل واجمل واحلى من كده 100 مره. عايزه اقول لكم دي الفطيره التانية، بس انا حطيتها في الصاج المستطيل فاخدت معايا الشكل ده. طبعا حجمها كان كبير برضو فما طلعتش دائريه، طلعت بالشكل ده. قلت ما فيش مشكله، المهم انها مستويه معانا وزي الفل، وطراوتها ملهاش حل. ودول كده الاتنين الطريقه التانية بتاعتنا الفطيرتين، اللهم بارك. شايفين الجمال؟ وهوريكم برضو قد ايه طراوتهم وهشاشتهم خطيره. انا بعتذر طبعا عن طول الفيديو، وبشكر جدا كل حبايبي واخواتي اللي وصلوا معايا لحد الوقت ده من الفيديو، واتمنى انكم تشاهدوا الفيديو كويس، ما تجروش الفيديو خالص علشان بجد ان شاء الله هتستفادوا. الفطير بتاعنا النهارده قمر، وبجد انا مستمتعه جدا بالفيديو معاكم، وان شاء الله تستمتعوا انتوا كمان احلى واحلى كمان. الفطير تبارك الله عليه ممتاز يا جماعه. واللايك حبايبي، اللايك هو اللي بيصعد الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين ومن حبايبنا واخواتنا يشاهدوا الفيديو ويستفادوا ان شاء الله. وزي ما شايفين كده مع بعض، ده الطريقه التانية هوريها لكم دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى شوفوا معايا الفطير عامل ازاي، ميه والله الفطير كده يعني حاجه في منتهى الجمال، والرقات بتاعته جميله جدا رقيقه يعني من جمالها. شايفين الفطيره عامله ازاي؟ تبارك الله. انا بقيت واقفه اكل وانا ناسيه خالص ان انا بصور اصلا. عايزه اقول لكم ان اولادي بعد ما عملت الفطير ده بقوا يقولوا لي افتحي محل فطير يا ماما. اللهم بارك، الفطير من ايدك حاجه تانية خالص. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي. يعني شايفين معايا الوجه عامل ازاي؟ الوجه بغاشه والله حرفيا. اللهم بارك، الفطير كله تسويته ممتازه. اهم حاجه عشان تطلعي بفطير ناجح جدا، العجينه معاكي تكون لينه فيها سن التلزيق زي ما شفناها مع بعض، تريحيها كويس جدا بين كل مرحله والتانيه، والتسويه على نار عاليه، وما تسيبهوش مكشوف تماما لانه هينشف منك وهيشقق ومش هيكون حلو خالص. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونش باللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.